السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي عايزين نبدأ بقى مع بعض نعمل نسيح شوكولاتة مع بعض علشان نصبها في قوالب ونعمل اشكال شوكولاتة لذوق التورت واي حاجة احنا محتاجين نعملها ان شاء الله. هنجيب بولة ونحط فيها ونحطها احنا طبعا دلوقتي حاطين حلة على النار وفيها مية. البولة تبقى اصغر من الحلة عشان هتنزل جواها، ونحط فيها الشوكولاتة. طبعا انا جايبة شوكولاتة سما، وارجو ان احنا لما نقول شوكولاتة سما فما شاء الله هي شوكولاتة جميلة جدا. انا بستعملها من اول ما بدأت وكان سعرها في متناول الجميع. انا بناشد دلوقتي والله اصحاب مصنع سما، يا ريت الشوكولاته دي سعرها يقل شويه، لان هي فعلا بدات تغلى قوي، ومش عارفه ده من سحب الناس ليها ولا ايه. احنا عايزينها في متناول الايد دايما زي ما هي شوكولاته ممتازه وكل بيحبها، فيا رب يعني ترخص شويه علشان خاطر الغلابه برضو، لان الناس كلها بتحب شوكولاته سما، حتى الاطفال بيحبوا يجيبوها وياكلوها. فدلوقتي انا هحطها في البوله واحطها في الميه. اهي يا حبايبي انا حطيتها في البوله، والبوله طبعا جوه الميه واصله لها، بس مش طبعا مش لفوق قوي، هي يا دوبك هتسيح على حمام الميه. بهدي النار شويه عشان الميه اما تغلي. بنتابعها طبعا علشان يعني نبدأ نقلب فيها شوية بشوية، ممكن نبشرها تسيح اكتر كمان. اهي يا حبايبي ساحت خالص اهي، بسم الله. اهي شايفين عملت ازاي؟ طبعا انا مش هحط عليها لا لبن ولا اي حاجة. انا هسيح بقى الشوكولاتة البيضة، طبعا خدت البني وهسيب دي هنا برضو تسيح تسيح شوية كده. فانا ايه هحط على الشوكولاتة البيضة معلقة زيت وبس عشان اللمعة بس. بيضة بقى هحط عليها معلقة زيت وبس. لو اللي اتحط عليها لبن على فكرة مش بتبقى بيضة، بتبقى بيج سمني كده، فانا مش بحب احط عليها كمان ايه لبن. وكده كده انا مش عايزاها هزوق بيها، انا عايزاها ه... يعني مش هكسي بيها حاجة، هزوق بيها الشوكولاتة السوداء اللي انا عاملاها. يعني هنعكس، نعمل مثلا واحدة بيضة متزوقة بالسوداء، واحدة سوداء متزوقة بالبيضة. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ان شاء الله. هنا بقى عايزين نحط ايه الشوكولاتة السمراء. طبعا الورق ده يا جماعه كان مكتوب فيه، هوريكم ورق زيه دلوقتي كان مكتوب فيه عندي اهو. ده طبعا انا بحط فيه برضو اهي. انا طبعا ممكن اعمل احط الشوكولاته في كيس او سرنجه واعمل بيها، بس هي مش مستاهله دلوقتي لان انا هعمل كذا حاجه، فانا مش عايزه عشان لو نشفت مني ولا حاجه ابدا ان انا اروح احطها في حمام المايه تاني واسيحها تاني باذن الله. تمام. فانا كده ايه بس بفردها بالراحه في المجرى بتاعتها لان هي لها مجرى. تمام. طبعا الزيادات انا بشيلها قبل ما تنشف. بتحاولي ان انت لا ترققي قوي ولا تتخني قوي، عشان لو رقيقه اما تيجي تشيليها تبصي تلاقيها ايه اتكسرت منك ولا حاجه. واحنا طبعا مش عايزينها تتكسر، احنا عايزينها سليمه. وانتي برضو بتوزعي لازم توزعي بالراحه عشان الكتابه اللي مكتوبه تحت ما تطلعش معاكي. تمام كده. انا هوريكم طبعا الكتابه دي لما بتطلع اما بتنشف الشوكولاته بتبقى عامله ازاي. انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت البني في الكتابه دي. عايزه برضو اعمل البيضه عشان نشوف انهي هتكون احلى فيها. تمام. انا كده عملت اهو في كل الجوانب الموجوده. الزياده بقى اقوم انا ايه مسحاها علشان ما يبقاش في حاجه زايده معايا، ما يبقاش في اي حاجه زايده معايا. ولو في زياده برضو في الشوكولاته اشيلها اخدها. تمام كده اهي.
طبعا انا عايزاها ايه متساويه، مش عايزاها تكون مكلكعه او وحشه، لازم تكون سايحه وحلوه. الشوكولاته البيضاء هنعملها في اللي جنبها كده اهي. تمام كده خلاص، انا كده وزعت اللي انا عايزاه كله في الشوكولاته البيضاء. برضو الزياده هنشيلها اهي كده اتساوت تمام التمام. كده بقى احنا هناخدهم الاتنين دول، لان انا مش عايزه اكتر من كده، انا بس عايزه الاتنين دول. فانا هاخدهم بقى احطهم في التلاجة علشان يمسكهم ويجمدهم، عشان اقدر ان انا ايه اقلبهم ناحيه تانية. طبعا ما نقلبهمش غير لما نتاكد انهم اتجمدوا فعلا. هنا بقى اخدت ايه معلقه صغيره كده من الشوكولاته البيضاء، واحط لها نقطه صغيره خالص لون. بسم الله. انا مش عايزه ايه لون كتير يعني. الالوان دي بصراحه حاجه صعبه، مجرد ما بتمسكي الازازه تبصي تلاقيها عكت الايد خالص، تبقى عايزه جوانتي الواحد يتعامل بيه بصراحه. بسم الله. انا كده ايه اقلب اللون كويس، ولو لقيته غامق ازود شوكولاته بيضاء، لو لقيته فاتح ازود لون، بس طبعا انا مش هلاقيه فاتح النقطه يعني بتعمل عمايل يعني. تمام. هاخد برده شويه شوكولاته لان انا عايزاه فاتح شويه مش غامق كده. بسم الله. طبعا احنا حطينا المعلقه في كيس، تمام. طبعا هي معلقه صغيره قوي فمش مستاهله خالص لا اتحطت في كيس. احنا هنعمل ايه هنا؟ هنجيب دي كده. طبعا احنا الاول نقص الطرطوفه صغنونه خالص، صغيره قوي قوي قوي، يا دوبك تنزل ايه شعره كده شعره من الشوكولاته. تمام. بسم الله. اهي بتيجي هنا بقى، تيجي هنا في المكان ده وتعملي كده. بسم الله. خطوط كده ايه عشوائيه يعني. تمام. تبدأي برضو تعملي كده في التانية برضو اللي جنبها. طبعا الكلام ده لو هي بقى فيها رسم او كتابة فانت مش هتعملي كده اهو. تمام كده. طيب انا مش عايزة اعمل خطوط، اعمل ايه؟ ممكن اكتب اسم. تمام. ممكن اكتب اسم، يعني مثلا هاجي هنا واكتب مثلا اسم من اسماء ايه الناس اللي مثلا انا عايزه ازوق لهم حاجه. تمام. نبدا ان احنا بقى ايه نحط عليها. بسم الله. بس نحاول بقى طبعا ان احنا الشوكولاته اللي هنحطها ما نحاولش ان احنا ايه نمسح فيها كتير، علشان نحاول ان احنا نظبطها يعني، علشان احنا حاطين تحتها لون تاني عشان ما يختلطوش ببعض ويعملوا مشكله بقى في الاخر. تمام. يعني بالراحه كده.
كده احنا جربنا الشوكولاته البيضه. نعمل برضو الاسم بالبيضه عشان يظهر يعني. نبدأ بقى ان احنا نحط ايه من الشوكولاتة السمراء بقى. بسم الله. طبعا عايزة تحطي ازرق، عايزة تحطي احمر، الالوان دي طبعا تبع رغبتك انتي، والواحد بس بيديكوا فكرة، وانتم يعني احسن بكتير واشطر بكتير، وكل واحد ما شاء الله تفكيره بيدي ابداعات احسن من التاني. انا بس بديكوا فكرة ممكن تعملوا ايه طبعا الورقه دي كانت عندي من زي المكتوبه اللي انا وريتها لكم في الاول، كان برضو عليها رسم. فطبعا انا خلصت الرسم اللي عليها، بس ما حبيتش ارميها. ليه يعني انا ممكن احتاجها يعني في حاجه زي اللي انتوا شايفيني بعملها دي، فعنتها وقلت ايه ممكن احتاجها برضو في حاجه تانية. نعملها زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو احنا لازم نعمل ابتكاراتنا احنا بقى. تمام. هو بس الكتابة بس اللي هي بالالوان اللي ممكن تبقي محتاجاها، بس انتي برضو ممكن تكتبيها زي ما انت شفتي وانا كتبت كده. ايه المشكلة؟ برضو ممكن نكتبها برضو بالشوكولاتة البيضاء، نلونها ونكتبها زي ما احنا عايزين برضو. ان شاء الله تطلع حلوة وان شاء الله تعجبكم، وهتحسوا ان هي الحاجة اللي نجيبها لازم نعينها ونحافظ عليها لحد لما نحتاجها في اي شيء تاني ممكن نستفاد بيه. تمام. ننضفها بقى ونشوف التانية انا نسيت افردها. بسم الله. طبعا بتحاولي تفردي قبل ما اي حاجة تنشف معاكي، احنا عشان في الحر فمش هتنشف بسهولة، بنحطها في التلاجة بأمر الله. هنا بقى الشوكولاته القالب ده كان الولاد جايبين فيه حاجه يعني انا مش فاكره، بس كانت يعني من ضمن حلويات المحلات يعني، فانا حسيت ان هي ممكن تنفعني برضو كقالب لاي شيء شوكولاته تتصب فيها برضو اهي. طبعا احنا بنحط بقى كده، بنصب فيها والزياده بنقوم شايلينه هوريكم دلوقتي المشط اللي بنجيبه نشيل بيه سباتولا صغيرة كده. طبعا دي بتعمل لي شوكولات شيبس ابيض، شوكولات شيبس اسمر، زي ما انا عايزة، شوكولاتة بيضاء او شوكولاتة سمراء اهي. الباقي ده كله انا بنزله برضو، مش عايزاه خلاص اهو. انا باخد بس اللي جوه الدايره، ادخله برضو التلاجة دي يمسك فيها. دي برضو كانت شوكولاته، كانت قالب حلاوه
اللي بيجي فيها الملبن والحاجات اللي زي دي مربعه، بحس ان فيها تربيعه من تحت فعجباني بصراحه. فاحنا هنعمل فيها ايه، هنحط على قد التربيعه اللي تحت بس، تبقى شوكولاته مستطيله على قد التربيعه اللي تحت بس، تديني الشكل يعني. عايزه برضو اشكلها من تحت، اشكلها، مش عايزه خلاص اهي بس كده تمام. ودي برضو كانت غطا الجيلاتي، اكيد كلكم عارفينه، مدور برضو يديني شوكولاته مدوره. عايزاه سمكها لا تخين ولا رقيق. ودي برضو هتديني صوابع زي صوابع البسكوت. بسم الله. انا عايزه بس على قد الدايره اللي في النص صابع يبقى مدور كده. انا عايزاه صابع شوكولاته بدل ما يبقى صابع بسكوت. تمام. قبل ما يجمد شويه انا ممكن اسويه بالسكينه من هنا ومن هنا، قبل ما الاقيه يجمد شويه ممكن اسويه. طبعا احنا عندنا هنا حاجز اهو شايفينه يفصل الصوابع عن بعضها. وبعد ما يخلص باذن الله افصل ده من هنا ومن هنا قبل ما ينشف على اساس ما يتكسرش مني. تمام. ادي برضو شكل. وعندي الشكل ده برضو ممكن برضو ايه اعمله، هو برضو تحس ان هو كده فيه اقلام تقليمه، فالتقليمه دي برضو بتنفع، بس المشكله ان هي هتكون رقيقه قوي. يعني شايفين دي كده هتبقى رقيقه قوي لان هنا الحاجز مش عالي، فممكن تسيح على بعضها. ممكن اسيبها برضو كلها حته واحده واقسمها بالسكينه، بس مش شايفاها مش تبقى مجزيه قوي. بس انا كده عملت ايه المفيد يعني. عندي هنا بقى قالب سيليكون، ده بقى اللي ما شاء الله يطلع لي شوكولاته مرسومه زي حبات البن كده، تطلع حبات بن، تطلع حبات، تطلع شبه الزهره الورد. بسم الله كده. برضو زي ما قلت لكم ممكن اقسم الشوكولاته قبل ما تجمد بالسكينه. القطع اللي انا عايزاها، عايزاه مربعات، عايزاه مستطيلات، زي ما انا عايزه بحط. وزي السمك اللي انا عايزاه بعمله، عايزاه رقيق عايزاه تخين، زي ما انا عايزه برضو الحاجه اللي هتفيدني في الاشكال اللي انا عايزاها. طبعا انا بتخن في النص عشان انا حسيت ان انا لامسه الرسمه، فطبعا مش عايزاها تبقى ايه رقيقه وتتكسر، انا عايزاها مظبوطه. تمام. تمام كده. عندي برضو شكل تاني، طبعا كل ده بيروح الثلاجه. عندي برضو شكل تاني. بسم الله.
هو بقى ايه اشكال بسكوت، اشكال منبه، جيلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى ممكن احط طبقتين شوكولاته في البسكوته التانية دي. هنحط مثلا هنا كده شوكولاته صغنونه كده الرق الاولاني، افردها كده فرده بس كده على الارضيه، واسيبها تهدى شويه، يعني ان انا ايه مش هدخلها تلاجة ولا حاجه. عايزين نعمل هنا برضو شكل كده ايه زي اللي كان في الكيس الازرق، الشوكولاته الزرقاء كده اهي. ونعمل برضو في البراد. بسم الله كده. ونعمل فين تاني؟ في الجيلاتي، جيلاتي اهو. دي عشان تخنت معانا شويه، لا نعملها طبقتين احسن. والتانية دي نعملها في هنا رسمه، ثواني، هنا رسمه جوه الفنجان ده قلب، انا احاول انزل فيها باللون الابيض، املى القلب بس. تمام. هنا الساعة، املى الساعة بس ابيض، اسيبها تنشف، بعدين احط فوقهم ايه؟ البني. تمام. المهم ان انتي حاولي تبتكري زي ما انتي شايفة، طبعا بتساوي القلب، ما بتسيبوش كده ايه عايم يعني. تمام. هنا بقى عايزين برضو ايه نعمل الرسمة هنا كده، او نعمل اسم زي ما احنا عايزين. تمام. لازم نسيبها تنشف سنه كده. بسم الله. هبدا احط بقى ايه الشوكولاته السمراء على الوش كده. ثلاجة ما شاء الله، لقينا مسك. نشوفه كده. بسم الله. طبعا احنا بنقلبها كده على ايدنا وبالراحه خالص خالص نطلع اهي. دي برضو بالراحه خالص خالص كده اهي نطلعها. خلاص شايفين بقى مكانها، خلاص الكتابه راحت، ما عادش في كتابه، بقت في الشوكولاته اهي. تمام. طبعا الاتنين قدامكم اهو، انتوا اللي تحكموا انهي احلى، البيضه ولا السمراء، انتوا حرين طبعا. طبعا شايفين هنا اللون طالع بامبا، هنا طالع عامل ازاي؟ كل اختلاط لونين على بعض بيطلع لون تاني. دي البيضه اهي، المشبحه اهي. وده حرف اس. على فكره احنا غلطنا غلطه واحنا بنكتب، عايزه ابقى انا يعني اقول لكم عليها. الاسم اهو بيتكتب، طبعا احنا بناخدها على الحوض بقى، شايفين هي منظرها عامل ازاي؟ طبعا فيها شوكولاته، بناخدها على الحوض بقى بالفرشه
والمسحوق البريل ونغسلها كويس وننشفها وبعد كده نعمل. عايزه اقول لكم حاجه، لما تيجوا تكتبوا الاسم المفروض ان احنا بنكتب الاسم بالمشقلب، لان احنا بنكتب عادي واحنا قاعدين كده بنكتب عادي، لما بتيجي بتطلع مشقلبه، بتطلع مشقلبه. يعني المفروض ان هي انا هكتب كده اكتبها كده واشقلب الحروف، ودي عايزه فن شويه بقى يا جماعه. ماشي، او تعملي حروف بس برضو الحرف لازم يكون مشقلب برضو. تمام كده اهي. بتاخديها تعينيها بقى عندك في التلاجة لحد لما تيجي تخلصي الكيكه تبداي ان انتي تزوقيها بقى. ماشي، نشوف بقى الشوكليت شيبس اهي. بسم الله، شايفين عامله ازاي؟ طبعا انت عايزه بقى حاجه تحطي عليها ذهبي، حاجه تحطي عليها فضي، براحتك برضو اهي. بس لازم طبعا تتعمل في التلاجة عشان ما تسحش منك وتفضل برونقها وتفضل جميله معاكي. ولو عندك مثلا حاجه تاني يوم عايزه تعملي تورتايه او حاجه، عينيهم في التلاجة في كيس كده او في علبه محكمه احسن عشان ما تعرقش، وتسيبيها بقى باذن الله تبقى زي الفل معاكي ان شاء الله. تمام، نعمل بقى التانية اللي زمانها مسكت شويه. طبعا هي بره التلاجة، انا ما دخلتهاش اصلا، هي بره لسه. طبعا هنا المنبه، بسم الله، نكمل عليه بقى بالشوكولاته السمراء عشان هو كده هيبقى القلب بتاعه او التروس العقارب بتاعته بيضه والشوكولاته بتاعته بني. تمام، برضو مش عايزين نتخنها قوي يعني. هنا برضو في قلب في الفنجان، هنعمل القلب بتاعه ابيض والبقيه بقيه الفنجان ايه اسمر. تمام، طبعا احنا عاملين البسكوته دي رقين، رق ابيض فوقه رق اسمر. لسه الشوكولاته البيضاء سايحه يا جماعه، وحطوها في التلاجة قبل ما تحطوا الرق عليها. تمام، انا بس عشان مستعجله فعملت على طول، قلت اكيد هي نشفت لكن هي ما نشفتش لسه.